السلام عليكم يا شباب، النهارده معاكم ميدو في مقطع جديد. النهارده هنتكلم عن اللعبة اللي الكل كان مستنيها من شهور، بلاك بومبور انتقام المقنع او ماسكت فينشنز. اللعبة أخيرا نزل لها إعلان رسمي والكل كان متحمس يشوف أول لوحة منها، فزي ما متعودين هنشوف الإعلان الأول وبعدها نبدأ التحليل مشهد بمشهد. اوكي، شكل الاعلان جامد جدا. حط الصورة هنا. بعدين هو ظهرت اوضة مليانة فخاخ جدا. المكان ده بيفكرني بحاجة، بس تعالى نفتكر تاني. فخاخ تقريبا كتير قوي في اللعبة. الشخصية فوق، بسم الله ما شاء الله، بتاعت بلاك بومبوم منورة فوق. اهم حاجة ان هي موجودة. He's very angry Peter step back. افو. لا بس الشغل عالي الصراحة في اللعبة. شكل الأوضة دي بتاعت المحقق. ايه القصص دي؟ يا نهار أبيض. لا شغل عالي بجد بجد، يعني مكدبش. دلوقتي نبدأ التحليل الحقيقي. أول حاجة الإعلان أخيرا أكد وجود اللعبة فعلا من بعد شهور من الغموض، والمطور نفسه نشر في حسابه على الانستجرام إن الإصدار اللي نزل حاليا هو نسخة الديمو، أما النسخة الكاملة من اللعبة هتنزل في أغسطس 2026، وده اتأكد كمان من صفحة اللعبة على ستيم. في أول مشهد من جيم بلاي بنشوف الشخصية اللي بنلعب بيها وهي بتتمشى في ممر مظلم، وفجأة بنشوف بلاك بونبون بنفسه بيظهر من بعيد، ولما بيشوف اللاعب بيبدأ يهرب بسرعة. بعدها المشهد بيتنقل من منطقة تانية، اللاعب بيفتح باب واضح فيه أفخاخ كتير، واللقطة دي بتنقلنا بعدها لمكان أشبه بالكهوف. المنطقة دي بصراحة فكرتني بشوية بلعبة ديس بارك بسبب جو الرعب والتوتر اللي فيها، ولو ركزنا أكتر هنشوف بلاك بونبون وهو بيراقب اللاعب من بعيد، تحس كأنك دايما تحت عينه. المشهد اللي بعد كده بيورينا اللاعب داخل مكان شبه المخزن، واضح ان اللعبة هتركز جامد على موضوع الفخاخ، يعني كل خطوة ممكن تكون مصيدة وهتحتاج تفكير وتصرف بسرعة، لان اي غلطة بسيطة ممكن تقتلك. بعدها بنشوف مشهد فيه فخ جديد، ولو ركزت في الخلفية هتلاحظ صورة البلاك بومبون، لكن الغريب ان الصورة دي بدأت تتحرك لوحدها، وده شبه حاجات اللي بنشوفها في افلام الرعب زي تحس ان في حاجات شيطانية بتحصل. هنا ظهرت جملة مكتوبة على الحيطة: هو غاضب جدا، من الأفضل أن تتراجع للخلف. واضح إن الجملة دي مكتوبة من أتباع بلاك بونبون اللي المطور سماهم المقنعين. المطور كمان قال إن بلاك بونبون مش هيكون لوحده المرة دي، هيبقى معاه مجموعة من الأتباع المقنعين اللي بيساعدوه، وده بيخلينا متحمسين نشوف إزاي ده هيأثر على طريقة اللعب. بعد كده بنشوف اللاعب في مشهد جديد وهو بيحاول يفتح باب القفل، وبيستخدم مفتاح مخصوص عشان يحله، وبعدها لقطة وهو بيحل اللغز داخل نفس المنطقة. واضح إن اللعبة هتركز مش بس على الرعب، لكن كمان على الغز والتفكير بجانب النجاة من الفخاخ. في لقطة تانية بنشوف اللاعب داخل المكتب تحقيقات، شكل المكان يوحي إنه مرتبط بقضية أو جريمة حصلت زمان، والمثير إن بعض الناس قالوا إن الشخصية اللي بنلعب بيها فيها فعلا محقق، وده يفسر وجوده في المكان ده. في آخر مشهد في الإعلان بنشوف مواجهة مباشرة بين اللاعب وبلاك بونبون، اللاعب بيحاول يضرب عليه النار لكن الطلقات مش بتأثر فيه، في لحظة واحدة بلاك بونبون بيهجمه ويمسكه، بينتهي الإعلان على لقطة الرعب دي. وبكده نكون خلصنا تحليل الإعلان بالكامل. الإعلان كان قصير بس بصراحة مليان تفاصيل تخليك تتحمس أكتر وأكتر للعبة شخصيا. متأكد إن الديمو لما ينزل هيكون تجربة مرعبة بمعنى الكلمة، وأول ما ينزل بإذن الله هنعمل فيديو نشرح فيه القصة وكل التفاصيل. وطبعا قبل ما نقفل الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان نستمر ونوصل ل1000 مشترك بأسرع وقت، ونشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.